اهلا بيكم. لحد النهارده الاكواد بتاعتنا كانت بتمشي في اتجاه واحد، سطر ورا سطر، وبايثون بينفذها بالترتيب. ودي حاجه احنا خدناها وتعلمناها اسمها السيكوينشال اكسكيوشن، او ان بايثون ينفذ الحاجه بالترتيب من فوق لتحت بترتيب متتابع كده. لكن عشان نخلي البرنامج بتاعنا ذكي شويه لازم نقدر نخليه يتعلم ان هو يختار. لازم نخليه يقول كلمه لو حصل كذا اعمل كذا، ولو حصل حاجة تاني اعمل حاجة تاني، وهكذا. النهاردة هنتعلم حاجتين أساسيين مهمين جدا في كتابة الأكواد عندنا: ازاي نكتب كومنت في الكود بتاعنا علشان ما ننساش الكود ده بيعمل ايه، وازاي نستخدم أداة الشرط if statement. يلا بينا. قبل ما نبدأ في الكود الصعب لازم نتفق على حاجة واحدة مهمة جدا، ان احنا لما بنيجي نكتب كود احنا مش بنكتب الكود ده لينا احنا او بنكتبه للكمبيوتر بس، احنا بنكتب الكود للكمبيوتر ولينا احنا، وكمان لينا احنا في المستقبل. اكبر مشكلة هتقابلك وانت بتكتب كود النهاردة هو ان انت هتيجي بعد اسبوع او اسبوعين هتنسى الكود ده بيعمل ايه وسط الاكواد الكتير اللي مرمية عندك على الجهاز. وعشان كده بيجي اهم دور عندنا هو دور الكومنت او التعليقات. الكومنت باختصار شديد هي ان انت لما تيجي تدوس شيفت 3 على الكيبورد بتاعك انت كده دلوقتي بتكتب كومنت. لو جينا قلنا this is a comment، وجينا مثلا كتبنا print 5 مثلا، تمام، وعملت هنا برضو comment تاني وقلت this is also a comment. أي حاجة بتبدأ بعلامة الشباك دي بايثون بيتجاهلها تماما. السطر ده ليك أنت، دي رسالة منك أنت لنفسك قدام، أو لأي حد هيقرأ البرنامج ده أو هيقرأ الكود ده بعديك أنت، علشان تشرح المنطق اللي ورا الكود، مش علشان تشرح الكود ده بيعمل إيه حرفيا. يعني ما أجيش أنا هنا أكتب this print نمبر 5 مثلا. ما ينفعش ان انا اقول الكود ده بيعمل ايه حرفيا، انا اقول لا الكود ده بيعمل ايه. لو انا مثلا كاتب كود كبير اقول الكود ده مثلا، اقول مثلا الكود كله بيعمل وظيفته ايه، مش السطر اللي انت كاتبه ده، فاهمني؟ ولو جينا ندوس رن هنلاقي ان هو عادي جدا هيطبع كلمة 5، وكل ده هو مش قريب. التعليقات واسماء المتغيرات الواضحة هي دي اساس ان انت تكتب كود نضيف، وكود حد يفهمه، وكود انت نفسك تعرف تفهمه بعدين لما تسيب الكود بتاعك. ندخل بقى في اهم حاجه وهي ازاي نخلي الكود بتاعنا ياخد قرار. اهم اداه ملازمنا في الطريق ده كله هي كلمه اف. لو انت سايق عربيتك ووصلت لتقاطع ولقيت اشاره، لو الاشاره خضراء هتكمل، لو الاشاره حمراء هتقف. هي كلمه لو دي هي اللي انت بتخلي البرنامج يبقى ذكي بيها. تعال نشوف بتتكتب ازاي. لو عايزين نقول هنا اكس بتساوي 5، وجينا هنا قلنا ايه، اف اكس اصغر من الخمسة، اصغر قصدي من 10، print smaller. و if x أكبر من 20 print bigger. وبعدها نكتب print. طيب x بتساوي 5، هل ال x أصغر من 10؟ الإجابة هتبقى فهيطبع إيه؟ smaller، هينزل تحت. هل ال x أكبر من 20؟ الإجابة هتبقى لأ، فمش هيطبع دي، فهيطبع بعديها print finished. لو جينا ندوس run هتلاقيه طبع smaller علشان هو دخل لقى إن ال x فعلا بقى أصغر من 10، ودخل على التانية. هل ال x أكبر من 20؟ لأ، فما طبعش print اللي بعديها ديت، ودخل على طول على print finished. خدت بالك من الكود اللي فات ده؟ في حاجة ان كلمة if الكود اللي تحتيها، السطر اللي تحتيها ده بالظبط داخل لجوه، تحس ان في مسافة كده. المسافة دي في البرمجة عندنا اسمها الاندنتيشن، وفي بايثون المسافة دي حرفيا حياة او موت. لو انت غلطت فيها او ان انت زودت مسافة بالغلط او ان انت قللت مسافة بالغلط دي هتأثر في الكود كله. في لغات تانية زي الجافا وغيره مش بيفرق معاها اصلا المسافة دي هي اللي هتحدد البلوك او المجموعة اللي هي هتتنفذ في الترتيب بتاعها. عادة بنسيب مسافة بان انت تدوس 4 مسافات او تاب، التاب الواحدة بتساوي 4 مسافات، 4 سبيسز يعني. نركز بقى في حوار المسافات ده شوية. لو انا قلت اكس بتساوي 5 وجيت هنا قلت اف اكس تساوي 5، print x is 5، هاجي تحت اكتب print ستيل 5، هاجي تحت اكتب print done. لو انا جيت دوست run هتلاقي طبعت x is 5 وستيل 5 ودن. لو جينا نبص هنا هنلاقي المسافة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الاندنتيشن هتلاقي متكونة من 4 مسافات، اللي هي تاب يعني 4 مسافات. ولو جينا نبص هنا
جنب الاف لو شاورنا هنا كده هنلاقي في سهم، السهم ده لو دوسنا عليه هيعرفك ايه الحاجات اللي هي جواه، وانت اصلا هتكون عارف لان في هنا مسافه، فده كده اكن ده جواه، اكن السطرين دول جوه دي. فلو دي ما اتحققتش كل اللي جواه مش هيتحقق. هو هنا بيقول الاكس بتساوي 5، قول انها بتساوي 5 وانها لسه بتساوي 5 واتبع دن. طب لو انا خليت الخمسه دي 6 ماشي ودوست رن، هتلاقيه طبعا دن اللي هي دي. ليه؟ لان هو دخل هنا، هل الاكس بتساوي 5؟ لا، فكل ده ما اتطبعش، كل ده اتلغى، كل ده اكنه اتعمل ما اتقراش، اكنهم كومنت مثلا. فاهمني؟ يعني كل دول اعتبرهم كلهم كومنت، وهو ده اللي اتطبع. اه برنت دان، ودي اكنها اتسيفت، اكس بتساوي 6 دي اتسيفت في الجهاز. طيب علشان نسأل الأسئلة جوه اف، لو عايزين نسأل أسئلة محتاجين أدوات مقارنة، وهنا بقى في فخ كبير جدا لازم تركز فيه، الفرق ما بين يساوي الواحدة والاتنين يساوي. لو احنا قلنا اكس بتساوي 5، فانت هنا بتقول للجهاز هات لي مكان وسميه اكس وحط جوه الاكس 5، احنا عارفين الكلام ده. طب لو انا قلت اكس تساوي 5، انا هنا بسأل الجهاز بقول له هل الاكس عندك بتساوي 5 ولا لا؟ تمام. يعني لو انا جيت دلوقتي طبعت print اكس تساوي 5، هنشوف ايه رده. الاجابه هتطلع حاجتين اسمها البوليان فاليوز. ايه البوليان فاليوز؟ اللي هي بتكون يا ترو يا فولس. طيب لو انا غيرت الخمسه دي وخليتها اي رقم تاني ودوست رن، هيطلع لك فولس لان الاكس مش بتساوي الخمسة. طيب لو انا غيرت دي وقلت له هل الاكس اصغر من الخمسة، هيقول لي فولس. هل الاكس اكبر من الخمسة، هيقول لي ترو. في حاجة اسمها علامة لا يساوي، لا يساوي اللي هي علامة التعجب واليساوي. هل الاكس لا تساوي الخمسة، هيقول لك ترو ان الاكس بتساوي اصلا 9. في علامة تاني اللي هي اصغر من او تساوي الخمسة، هل الاكس اصغر من او تساوي الخمسة، هيقول لك فولس لان الاكس 9. طيب هل الاكس اكبر من او تساوي الخمسة، هيقول لك ترو. فاحنا كده طلعنا بحاجتين، اللي يساوي معناها question، وعندك الاكبر من وعندك الاصغر من وعندك علامة لا يساوي وعندك الاصغر من او يساوي وعندك الاكبر من او يساوي. دول كده كلها اسئلة انت بتسألها للكود بتاعك. طيب لو انا عايز اخلي البرنامج بتاعي اذكى شويه، وان انا اقول له لو الشرط اتحقق اعمل كذا، ولو لا اعمل حاجه تاني، هنا بتيجي فايده else. لو قلنا x بتساوي 5، if x اكبر من الاتنين، لازم نعمل علامه النقطتين اللي فوق بعض دول ونكتب print big. مثلا هقول big، وهنزل هنا بقى هكتب else. else يعني لو لا، يعني لو ده اتنفذ اعمل، لو ده بقى ما اتنفذش اعمل حاجه تاني. else print small مثلا. فاحنا دلوقتي هنقول له الاكس بكام. تعالى يا عم نخليه مثلا نقول الاكس بتساوي input، ونخلي بقى ايه المستخدم بقى يكتب بقى. نقول له مثلا user input. ركز بقى معايا، لو احنا طلعنا user input مثلا، نحط مثلا ايه نقطتين في بعض ونسيب مسافة كده وندوس رن تاني، ندوس رن تاني، هنكتب مثلا 5. بص طلع لك ايه؟ ما يقدرش يعمل المقارنة ما بين رقم ونص. ازاي رقم ونص وانا اصلا كاتب له ده رقم؟ لو فاكرين المرة اللي فاتت ان الرقم ده كده علشان انا حاطه في الانبوت هيطلع دايما بايه؟ بنص، فانا عايز احوله رقم، فهاجي اقول له اكس، هاجي هنا اكتب انتجر اكس وهخزنها مثلا في واي بتساوي، فهاجي هنا هغير الواي واقول لك الواي بيساوي اكبر من الاتنين ولا لا، ولو اصغر هنعمل ايه. فهنيجي تاني هنا ونكتب 10. هل العشرة كانت نص حولناها لرقم انتجر، هل العشرة أكبر من الاتنين؟ لو أكبر هيطلع لك بيج، ولو أصغر هيطلع لك سمول. حلينا المشكلة وغيرناها من النص لرقم، وفي الآخر قارنا، ولو لأ اللي هي else
حطينا نقطتين فوق بعض يعمل كذا مع الاندنتيشن اللي احنا لسه واخدينها. وبس كده. النهارده اتعلمنا ازاي نحول الكود بتاعنا من ان هو سطور بتترص تحت بعض لان هو يتحول لمنطق ويعرف امتى يختار وامتى يقرر. الكومنت والاف ستيتمنت والاندنتيشن كل دي حرفيا تمثل العمود الفقري لاي كود برمجه، لازم تلاقي فيهم الحاجات دي. جرب تعمل كود باستخدام انبوت لو فاكرها، وخليه يسالك هل الرقم ده كبير ولا صغير، وخليه يشوف هل الرقم لو كبير يقول لك الرقم ده كبير، ولو صغير يقول لك الرقم ده صغير، وانت اللي بتدخله الرقم ده. وبس اكتبه واشرح لي خطواتك في الكومنتس. انا عبد الرحمن ضياء، واشوفكم في الفيديو الجاي.